السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أوسيمان يتفوق على قفزة تاريخية لرونالدو. قاد النيجيري فيكتور أوسيمان مهاجم نابولي فريقه لفوز كبير على سبيزيا 3 أهداف ل0 بعدما سجل هدفين في المباراة التي جمعتهما بمنافسات الأسبوع 21 من الدوري الإيطالي. وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن أوسيمان هدفه الثاني جاء من عرضية قابلها المهاجم برأسية في الشباك. وأضاف أن أوسيمان ارتقى في الهدف لحوالي 2.58 متر، مسجلا قفزة أعلى من التي نفذها البرتغالي كريستيانو عام 2019. ولفت أن رونالدو سجل مع يوفنتوس هدفا ضد سامدوريا بعدما قفز الارتفاع بلغ 2.56 متر، ليأتي أوسيمان ويتفوق عليه بهدف في سبيتزيا. ورحل رونالدو عن يوفنتوس في صيف 2021 حيث سجل خلال 3 سنوات 101 هدف فيه 134 مباراة لعبها بقميص البيانكونيري. يشار أن أوسيمان هو هداف الدوري الإيطالي هذا الموسم بعدما سجل 16 هدف في 17 مباراة لعبها مع البارتينوبي، بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه لوتارو مارتينيز. يذكر أن أعلى قفزة على الإطلاق مدونة أيضا باسم رونالدو، حيثما سجل ارتفاعا قدره 2.93 متر ليحرز هدفا في مشاركته مع فريقه الأسبق ريال مدريد بمواجهة مانشستر يونايتد بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2012-2013.